الناس اللي عندها مشكلة في موضوع الرزق وموضوع الفلوس وموضوع الأموال وموضوع زيادة الرزق وزيادة الفلوس. والله أقسم بالله العلي العظيم الكلام اللي أنا بقول لكم عليه ده هذا حصل، كان سبب في إن ربنا أكرمني زيادة رزقي وفي فلوسي وفي حياتي، خصوصا في موضوع الفلوس ده. الناس اللي مهتمة بموضوع الفلوس ده يعني ربنا أكرمني إكرام عظيم يعني بسبب الحاجة دي. فأنا إن شاء الله بإذن الله طالع عشان أتكلم معاكم في القصة دي وعلشان أقول لكم الحاجة دي والسر ده. يا جماعة يعني بداية كده الرزق ما بيجيش بالفهلوة ولا بالشطارة ولا بتشغيل الدماغ ولا بالجمجمة ولا بالذكاء ولا بالحداقة ولا بأي حاجة من الحاجات دي. وطبعا يعني من غير ما نخش في تفاصيل كتيرة أغلبكم فاهم الكلام ده وأنتوا ناس يعني واعية وجارية وعارفين وفاهمين الكلام ده. البداية والأساس والأصل في القصة رب العزة سبحانه وتعالى. الرزق كله من عند ربنا وهو ربنا اللي بيجيب الرزق، بس احنا مشكلتنا ان احنا بنتعامل مع ربنا صيغة ايه او بصفة ايه، ان منهج محطوط بنتبعه من غير ما نحسه ومن غير ما نفهمه. فاحنا بنعمل اللي ربنا بيقول لنا عليه كمنهج، لكن هي القصة مش كده. انت اتعامل مع ربنا على انه يعني حب، اتعامل مع ربنا بقلبك، اتعامل مع ربنا بصدق بمشاعر باحاسيس. ما تتعاملش مع ربنا على انه مديك منهج وانت بتطبقه. انا كنت نزلت فيديو قبل كده اتكلمت فيه عن مشاعرك تجاه ربنا. هل انت حسيت مشاعر زي كده جواك مع ربنا في اي عبادة انت بتتعبدها مع ربنا، سواء في صلاة او في دعاء او في استغفار او كذا؟ هو ده الاحساس اللي انا اقصد، ان انت تتعامل مع ربنا بالاحساس ده وبالمشاعر دي. ايه الحاجه اللي انا عملتها ربنا اكرمني فيها بزياده في رزقي؟ والله العظيم يا جماعه انا يعني جيت فتره من الفترات كنت فعلا محتاج يعني محتاج مبلغ من الفلوس، مبلغ من المال. المبلغ ده كان يعني كان هينجدني من قصه انا كنت هوجع فيها ومن مشكله انا كنت هوجع فيها. والله العظيم يا جماعه. فما كانش معايا ولا مليم، كنت بص على الابيض. والله العظيم اقسم بالله العلي العظيم، يشهد الله على ما اقول، ربنا يحاسبني عليه الكلام ده في الاخر. ما كانش معايا ولا جنيه والدنيا كانت سودة في وشي وما كنتش عارف اعمل ايه. طيب ما لقيتش حل قدامي غير ان انا اتوجه لربنا. ربنا اكرمني والهمني. ايامها انا ما كانش معايا فلوس خالص، ما كانش معايا ولا جنيه في جيبي. طيب اعمل ايه عشان خاطر اجيب اتصرف في المبلغ ده؟ في طرق كتير ممكن تخش فيها، طرق كتير شمال ممكن تجيب منها فلوس. طب انا مش عايز اعمل الشمال ده او مش عايز اعمل الغلط ده، لا انا عايز حاجة يبقى رزق من عند ربنا، ربنا يكرمني بيه علشان اقدر اعمل اسدد الشيء اللي عليا ده واعمل الحاجة اللي عليا دي، اللي هي لو ما عملتهاش، لو ما اتصرفتش في المبلغ ده يعني هبقى في وحلة. احنا متفقين ان انا ما معيش فلوس خالص. سمعت فيديو لحد من المشايخ بيقول لك ايه الفيديو ده، بيقول لك ان الناس اللي انفقت قبل الفتح مش زي الناس اللي انفقت بعد الفتح. لما سمعت الكلام ده قعدت كده فكرت فيها، قلت طب لما هم الناس اللي قبل الفتح اللي انفقوا، احنا مهما انفقنا مش هنبقى زيهم. وبعد كده رحت سبحان الله وانا بدور في القرآن او انا باصص في المصحف، يعني بتصفح في المصحف، فجت قدامي آية اللي هي التكملة بتاعتها: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. اللي هي الآية اللي نزلت في قصة سيدنا علي والسيدة فاطمة رضوان الله عليهم، في إن هم لما كانوا بيطلعوا الصدقات بيكونوا محتاجينها جدا، ورغم ذلك بيؤثروا على أنفسهم فبيطلعوا الصدقة لله. كل الحاجات دي جت في دماغي وقتها. الناس دي اللي أنفقت قبل كده احنا مش هنبقى زيها، وفي ناس تانية بتطلع الصدقات وبتطلع لله وهم ما عندهمش، ورغم كده بيضغطوا على نفسهم، بيجوا على نفسهم عشان خاطر يطلعوا الحاجة لربنا. كل الحاجات دي من ضمن الأسباب اللي خلت الناس دي بقت لها كرامات عند ربنا وعلتهم درجات وحاجات كتير احنا عارفين. انا ما معيش فلوس دلوقتي، وبرضه للعلم انا اعرف يعني ان ربنا بيتعامل مع البني ادم بالكرم. ربنا كريم، انا اتعامل مع ربنا بالكرم. هل انا هكون اكرم من ربنا؟ اكيد لا، مستحيل ان انا هكون اكرم من ربنا ولا حد هيكون اكرم من ربنا. طيب انا حاسس ان انا في ضغوطات وفي مشاكل وماديا مش ميسر وما معيش خالص، الدنيا كلها بقى بايظه في وشي. طب انا الحاجات اللي انا فيها دي
مش ربنا يقدر يطلعني منها؟ ربنا يقدر يطلعني منها. طب مش مطلعني منها ليه؟ ومش لما هو كريم مش شايف كرمه ده عليا ليه؟ انا حسبتها كده في دماغي يعني. احنا دلوقتي مش بنتكلم في الدين خالص، ولا انا بتكلم على حساباتي انا وحسابات اللي انا حسبتها في دماغي يعني. فانا هتعامل مع ربنا بالكرم، وانا هبقى كريم مع ربنا، فانا هشوف ربنا هيبقى كريم معايا ولا هيعمل معايا ايه. والله والله يا جماعه يعني زي ما بقول لكم كده، هو ده اللي يجي في دماغي فعلا. وبالفعل مش فاكر كان معايا وقتها 200 جنيه او 300 جنيه حاجه زي كده يعني. رحت واخد ال 200 ال 300 جنيه دي او ال 200 جنيه دي، رحت مطلع منها صدقه لله تقريبا مش فاكر حوالي 100 جنيه. يعني المهم طلعت ايه اللي هو ما يعادل النص. يعني انا لو كان معايا 300 مثلا رحت مطلع 150، لو كان معايا 200 رحت مطلع 100، وانا محتاج الجنيه. يعني انا محتاجه فعلا، محتاج الفلوس دي. فرحت قلت وانا محتاجها هطلعها لربنا واشوف يعني. طبعا انا مش بقول ان انا هشوف يعني ان انا مش، لا انا بطلعها وانا عندي حسن ظن في ربنا، ان ربنا الفلوس دي هو عارف ان انا محتاجها ومطلعها عشان خاطره هو، ليه هو. فقلت اشوف ربنا هيعمل معايا ايه يعني. انا عملت اللي ربنا بيقول عليه، فهشوف ربنا هيردها لي ازاي. فرحت مطلع ال 150 دي لله. طيب فضلت بقى قاعد مستني. انا بقى ربنا جاي في القران اهو، يعني ربنا جاي في القران ان انا، طيب انا قاعد بقى مستني اشوف كلام ربنا اللي قاله ده هل حقيقي هيحصل ولا ده مجرد كلام يعني منهج احنا بنطبقه وخلاص. قعدت كده وقلت لربنا انا ايه، انا عملت لك اللي انت قلت عليه، فانا مستني الرد بقى. وفضلت قاعد كده مستني الرد. ما عداش حوالي 10 ايام 15 يوم. طبعا ربنا بيقول ان الحسنه بعشر اضعافها، يعني ربنا بيجازيك بعشر اضعافها. جاني 1000 جنيه. ال 1000 جنيه يعني انا جاتني من حيث لا احتسب. ما كنتش متخيل خالص ان ال 1000 جنيه دي هتجيني عن الطريق ده او من المكان ده. يعني انا وقتها كنت محتاج مبلغ مثلا في حدود 50000 مثلا. 50000 دي كنت معذور فيها، محتاجها ضروري، محتاجها فعلا. مش اللي هو انا عايز 50000 عشان اعمل حاجه انا نفسي فيها، لا ده انا كنت مزنوق في 50000. وال 50000 دي لو ما كانتش جات مثلا كنت ممكن اتحبس. كان ممكن اتحبس لو مثلا 50000 دي ما جاتش. جاتني ال 1000 جنيه. طب ال 1000 جنيه دي، طب ما انا محتاجها اخليها بقى عشان اكمل عليها، عشان اعرف. لا رحت عامل ايه بقى، قلت طب يعني ربنا انا طلعت 100 فراح هو مديني 1000. طب لا هو كده ربنا كريم. انا يعني انا بقول لكم على على اللي دار في دماغي. انا قلت ايه، لا هو ربنا يعني علي عليا في الاكرام بعشر اضعاف، انا هعلي بقى، اعلي في الكرم اكتر من العشر اضعاف. فال1000 جنيه اللي جاتني دي رحت مطلع منها ايه، رحت مطلع منها 500. نص الألف. والألف دي أنا محتاجها جدا يعني. صدقات مش بطلع ألف في الشارع، الناس اللي هي بتلف في الشوارع دي والكلام ده، لا لا لا، الناس دي يعني خليكم بعيد مني. فالصدقة أنت اتعب عليها عشان تطلعها، مش مجرد إن أنت معاك مثلا ربنا ميسر لك بفلوس مثلا في جيبك، فتروح واخد الفلوس دي تروح مديها لاي حد وخلاص، وانا ريحت دماغي بقى كده وطلعت الصدقه وخلاص. او مثلا تروح مديها لحد، خد معلش طلع لي، وهو يروح يطلع بقى، يتصرف يطلع ما طلعش. انت بقى ما تعرفش هو اداها للشخص او ما اداهاش وتريح دماغك. لا، اتعب على الصدقه اللي انت بتطلعها. روح واسعى ودور وشوف مين اللي محتاج ومين اللي عايز، وروح له انت بنفسك واديله، وهكذا يعني. ال 500 جنيه اللي انا طلعتها، انا ما كنتش والله يا جماعه اللي انا بقول لكم عليه ده حقيقي وحصل، مش يعني انا مش ببالغ ولا مثلا طالع اقول لكم كلام كده وخلاص. الكلام اللي انا بقول لكم عليه ده حصل معايا فعلا. ال 500 جنيه دي ما فيش بعديها برضه في فتره نفس المده، يعني بعدها بفتره قصيره لقيتها جاتني 5000. والله والله يا جماعه زي ما بكلمكم كده لقيتها جاتني 5000. انا بقيت في ذهول بصراحه، يعني انا انبهرت. انا بقيت في صدمه، مش في ذهول، انا بقيت في صدمه، مش مصدق. يعني مش متخيل ان ربنا ايه. والله مش متخيل ان ربنا يعني شايفني انا واخد الموضوع كانه لعبه كده، يعني كاني بلعب، انت فاهمني. لقيت اللعبه حلوه يعني. انت تخيل ان انت يعني كانك بتلعب اللعبه دي. يعني استغفر الله العظيم انا ما اقصدش والله، بس يعني ايه من فرحتي بالقصه. تخيل ان انت بتتعامل مع ربنا وربنا بيعمل، يعني انت مش عارف اوصل لكم الاحساس بصراحه، ولا الكلام اللي انا عايز اقوله. يعني خايف اقول كلام يعني ما ينفعش يتقال. بس انا هقول لكم الكلام وانتوا ايه يعني
تفهموا القصد او المعنى، انا ما اقصدش طبعا حاجه، بس انا حسيت ان ايه يعني، ان انا بلعب لعبه مثلا وربنا بيلعب معايا فيها. فتخيل كده لما انت تبقى قاعد عم تلعب مع رب، وربنا نفسه شايفك وسامعك وبيقول لك ايوه انا عارف ان انت بتعمل كذا، لا وانا هعمل لك، وان انت بتتعامل مع ربنا في حاجه زي كده. احساس جميل والله. 5000 ده بالنسبه لي كان مبلغ كبير يعني، ما اللي هو 5000 جنيه، وانا ما كانش معايا جنيه، وجاني والله من مصدر يعني الحمد لله والفضل لله، من مصدر حلال الحمد لله. وقلت لا ده كده الموضوع ايه، الموضوع جميل والموضوع كويس. وطبعا يعني شكر وحمد لله وفرحه بربنا، ما يعني ما اقول لكمش الفرحه والسعاده اللي انا فيها مش بسبب الفلوس اللي جاتني، ولا بسبب ال 5000 جنيه، ولا بسبب 5000 جنيه ما كانوش هيحلوا لي الازمه بتاعتي ساعتها، لان انا زي ما بقول لكم كنت معذور في حوالي مثلا 50000 جنيه. بس السعاده عندي ان ربنا شايفني وبيتعامل معايا، انت فاهمني. جاتني ال 5000، رحت مطلع 2500. طبعا يعني 2500 بالنسبه لي انا وقتها مبلغ، ان انت بتجازف ان انت هتطلع ال 2500. 2500 مبلغ كبير، هتطلع 2500 لو ما رجعوش انت خسرت 2500 جنيه. فطب وبعدين هيبقى معايا 2500 بس وانا محتاج الجنيه، فطب هعمل ايه؟ فبصراحه يعني كانت مجازفه بنت لذينه. بس انا طلعت ال 2500 وانا واثق 100% في ربنا. بس ال 5000 لما طلعتها، طيب يعني انا لما هطلع ال 2500 دي ممكن مثلا المقابل بتاعهم اللي هيجوا كام؟ قعدت افكر بقى واعمل سيناريوهات في دماغي، وقعدت احلم كده واتخيل. طيب انا لما طلعت ال 2500 اللي هيجيني كام؟ هيجيني مثلا 10000، هيجيني مثلا 15000، هيجيني مثلا 20. طب المبلغ ده هيبقى مبلغ كبير، طب هيجيني ازاي المبلغ ده؟ طب ربنا هيجيبه لي منين؟ طب ما احلم بقى انا واتخيل هيجيني واحد مثلا شافني في المنام مثلا، الرسول مثلا عليه افضل الصلاه والسلام، يروح له مثلا في المنام يقول له روح زي القصص اللي احنا كنا بنسمعها، وانا كنت منزل فيديو على الصفحه عندي، ان الحمد لله يعني والفضل لله والشكر لله، والفضل من الله وبيد الله. انا يعني ربنا اكرمني برؤيه الرسول عليه افضل الصلاه والسلام في المنام آه، 4 مرات او 3 مرات. انا كنت قلت الكلام ده في الفيديو اللي انا كنت نزلته يعني. فقعدت ارسم سيناريوهات بقى ان ايه، طب ربنا خلي النبي مثلا يروح لحد في المنام يقول له روح ادي مثلا للشخص ده مثلا مبلغ كذا. طب هيجي حد مثلا يقول لي مش عارف، وقعدت ارسم في حاجات. طب حد هيتصل عليا مثلا يقول لي مبروك انت كسبت معانا مثلا مش عارف 30000 جنيه، مش عارف مسابقه انت ما دخلتش فيها. وقعدت وقعدت ارسم سيناريوهات في دماغي. مش هو انا عارف ان هي هتيجي، واثق ومتاكد مليون في الميه، ما هو انا ليا سابقتين قبل كده، فهتيجي ما فيهاش، ما عنديش شك 1%. بس انا تفكيري طب هتيجي ازاي؟ المهم ايامها كنت بعمل شغلانه كده يعني، كنت دخلت في حاجه بعمل شغلانه. الشغلانه اللي انا بعملها دي مستحيل 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 من ربع المستحيلات. بص يعني خيال بالنسبه لي، خيال. ولا كان يخطر في دماغي 1% ولا نص في المية إن ممكن يجيني من الشغلانة اللي أنا بعملها دي مبلغ زي ده. وسبحان الله الحاجة الوحيدة اللي أنا ما حطيتهاش في دماغي، وسبحان الله كأن ربنا بيقول لي العبد في التفكير والرب في التدبير. كأن ربنا بيقول لي برضو إن الحاجة اللي أنت ما تخطرش في دماغك أنا هعمل لك المستحيلات. الحاجة اللي مستحيلة بالنسبة لك أنا هعملها لك. ويجيني فعلا مبلغ 18000 تقريبا، مش فاكر 18 أو 20 حاجة زي كده. وجاني المبلغ فعلا، يعني خلصت نفسي من المشكلة اللي كانت معايا واللي كنت هتحبس بسببها. أنا الكلام ده أول مرة أطلع أقوله والله يا جماعة، والله أقسم بالله أول مرة أطلع أقوله. أنا ربنا الحمد لله أكرم عليا وأنعم عليا ب3 أسرار في حياتي. ربنا أكرمني في حياتي ب3 أسرار، الكلام ده أنا أول مرة أطلع أقوله أقسم بالله. منهم سر رؤية النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وده أنا حكيته، طلعت حكيته وقلته. ومنهم السر اللي أنا بقول لكم عليه دلوقتي ده وبحكي لكم عليه. وفي سر ثالث ده بيني وبين ربنا، يعني ما اعرفش ممكن اقوله ممكن ما اقولوش، بس اللي خلاني انا اطلع احكي الكلام ده دلوقتي
الحاجات دي انا ما بحبش احكيها والله عامه، يعني حبيت اشارك الاجر، فانا طالع بقول الكلام ده لوجه الله، قاصد بيه وجه الله، وان الناس تستفاد بيه، تستفاد منه، يعني من الحاجات دي، لعل وعسى ربنا حد يعني يسعى في الموضوع ده فربنا يكرمه. فاكيد ربنا مش هيمنع عني خير عشان انا طلعت اعمل خير، بل وربنا اكرمني بفلوس تانية بعد كده كمان، يعني ما قطعش عني الخير، لا، ما انا شغال بقى مع ربنا، يعني انا بقيت ايه، اللي هي تجاره لن تبور زي ما بيقول. فلا انا بقى خلاص بقى بقيت اتاجر مع ربنا، فتمام، خلاص بقى خلينا في ماشيين في القصه دي. المهم بقى ايه، بقى الرزق يجيني ويدخل لي اضعاف مضاعفه، كل ما انا ازود اعلي، كل ما انا اعلي مع ربنا فيروح ربنا يعلي معايا، كل ما انا اعلي مع ربنا فيروح ربنا يعلي يعلي معايا. فالحمد لله والشكر لله والفضل من الله وبيد الله، ربنا اكرمني اكرام عظيم. فجيت قلت طيب هو كده كده المفروض انت لما يعني يكون معاك فلوس المفروض بتطلع زكاة مال مثلا او بتطلع صدقة من فلوسك او كذا، ما انا اخصص مبلغ. انا جيت قلت كده بقى، قلت انا اخصص مبلغ من اي فلوس تدخل لي اطلعها لله. خصصت نسبة معينة ان انا اي مبلغ يجيني اطلع منه لله، اي مبلغ يجيني انا بتصدق وربنا بيتصدق علي، انا بتصدق وربنا بيتصدق علي. فجيت قلت طيب يعني احنا ماشيين على الريتم ده، مفيش حاجه متغيره، مفيش حاجه جديده. طب انا عايز فلوس اكتر، يعني عايز اعلي، عايز في حاجات عايز اعملها في حياتي محتاجه فلوس كتيره، وانا مش اللي بيجيني ده واللي بيدخل لي مش مكفي، او مش هيكفي الحاجات اللي انا عايز اعملها. طب اعمل ايه؟ طب قعدت فكرت، قلت طيب انا نفسي، يعني انا عايز كام مثلا؟ انا عايز مثلا 10,000 مثلا الشهر الجاي، أنا مثلا بيدخل لي مثلا 3,000 مثلا في الشهر من فضل الله، فبطلع منهم مثلا وليكن من ال 3,000 مثلا بطلع منهم 500 جنيه مثلا او 1000 جنيه مثلا، يعني انا بضرب لكم الحسبه ازاي، بطلع منها 500 جنيه او 1000 جنيه. طيب انا عايز 10,000، ال 500 اللي انا بطلعها دي ركزوا معايا في الجزئيه دي عشان هو ده لب الموضوع، هي دي الزتونه. بالله يا جماعه شاركوا الفيديو، معلش معلش طلب من اخوكم، يعني شاركوا الفيديو لله، والله والله الكلام ده انا طالع اقوله لله، وانا عارف ان هم موقعين الصفحه والصفحه واقعه عندي والفيديوهات ما بتوصلش للناس وكذا، بس والله بعيدا عن قصه الصفحه خالص، الفيديو ده انا عامله لوجه الله. طيب قلت انا ال 500 جنيه دي بطلعها مثلا من ال 3000 اللي بتدخلني، من ال 3000 اللي بتدخل لي، فبيجيني مثلا من ال 500 جنيه دي مثلا زياده اللي هو اللي ربنا بيجيبه لي مثلا 3000 مثلا او 4000. طيب انا عايز 10,000، ال 3000 دي مش مكفيه، وانا لما حبيت ابقى كريم مع ربنا فربنا بقى اكرم مني واداني اكتر من اللي انا ايه، من اللي انا اديته لربنا، يعني طلعته لله. قلت طيب انا ما اعمل حاجه، فجيت عملت ايه، ودي هتبقى ممكن صعبه على ناس، الحاجه دي ممكن هتبقى صعبه على ناس، مش كل الناس هتعملها لان الموضوع صعب، وربنا بيحب الصعب، لان انت لما هتتعامل مع ربنا بالصعب على نفسك ربنا هيجيب لك السهل اللي ييسر عليك. فجيت عملت ايه، قلت طب انا عايز 10,000، ال 10,000 دول انا مثلا من ال 2000 او ال 3000 مطلع نسبه 500، لو انا ربنا اداني ال 10,000 هطلع منها نسبه كام؟ هطلع مثلا وليكن من ال 10,000 دي 1000 او 1000 ونص مثلا. طب ما انا اطلع ال 2000 هديهم لربنا قبل ما ربنا يديني العشرة، عشان انا اعلي على ربنا وابقى كريم مع ربنا اكتر، وانا كل ثقه يقين بالله تماما. اصل مستحيل، بص، مستحيل انت هتبقى اكرم من ربنا، مستحيل هتبقى اكرم من ربنا. فانا على ثقه ويقين تماما، متاكد زي ما انا شايف نفسي في الموبايل دلوقتي ان كده كده هتاجي، بس تفكيري هتاجي ازاي، يعني ربنا هيجيبها لي ازاي؟ المبلغ كبير، المبلغ كبير مش سهل بالنسبه لواحد زي انا، وبالنسبه لظروفه وبالنسبه للوضع اللي هو فيه، مبلغ كبير هيجيني ازاي؟
ده انا بمثل لكم مثل. انا الموضوع دخل معايا يعني في الحمد لله، الحمد لله مبالغ كبيره و... وحاجات، يعني الحمد لله ربنا اكرمني الحمد لله بفضل الله. ولكن انا ببسط لكم الموضوع عشان اوصل لك انت تتعامل مع ربنا ازاي. قلت طيب، فرحت بقيت اطلع من اللي بيجيني، الدخل اللي بيجيني مثلا في الشهر كله على بعضه، مثلا اللي بيجيني من كرم ربنا ليا، واللي بيجيني من قبضي، واللي بيجيني من شغلي، واللي بيجيني من كذا. مثلا عملت 5000 في الشهر. انا ال 5000 دي بطلع منها مثلا مصاريف كله على بعضه، مثلا كل التزاماتي وكل حاجاتي مثلا 3000. بيتبقى معايا ال 2000. ال 2000 دي اللي انا بخليهم مثلا بحطهم مثلا في التزامات، في مصاريفي انا الشخصيه، في كذا. طيب انا ال 10000 المفروض ان انا هطلع منهم 2000. طب انا ما معيش غير ال 2000. طب انا باقي الشهر هصرف ازاي؟ فبقيت اشيل من التزاماتي انا الحاجات اللي انا يعني محتاجها، حتى لو كنت محتاجها ضروري، وضغطت على نفسي في الشهر، ورحت مطلع ال 2000 كلها. طلعت ال 2000 كلها لله، وبصيت له كده وقلت له يا رب، ال 2000 دي انا محتاجها، وانت عارف ان انا محتاجها، وعارف ان انا ممكن هقضي الشهر وممكن اتداين واتسلف. ولكن انا حتى لو اتدينت واستلفت، وحتى لو عجزت معايا في الشهر وما قدرتش اكمل الشهر، بس انا هطلعها ليك انت، هطلعها عشان خاطرك انت. ورحت مطلعها. والله العظيم يا جماعة، ربنا عمل معايا اللي ما كنتش اتخيله فعلا. والله العظيم اقسم بالله عمري في حياتي ما كنت اتخيل، ولا كنت افكر لحظة ان ممكن ده يحصل معايا. الكلام ده انا عمري ما قلت لحد، ولا كنت افكر ان انا اقوله لحد. فانا عايزك انت بقى تتعامل مع ربنا على نفس المبدأ. انت ظروفك على قديها، ما تحسبهاش، ما تحسبهاش. ما تقعدش تفكر ان انا معايا 100 جنيه في جيبي، وال 100 جنيه دي مصاريف مثلا. ال 100 جنيه ما بقتش تعمل حاجه دلوقتي، بس انا ببسطها لك يعني، وبقيسها على ادنى حد. وال 100 جنيه دي مصاريف الاسبوع بتاعتك. خد من ال 100 جنيه دي واطلع دور على حد محتاج، يكون محتاج فعلا، واديله من ال 100 دي. ممكن تجوع، ممكن تقعد من غير اكل، ممكن الدنيا تلطش معاك، ممكن توصل لمرحله ان انت تندم ان انت طلعت 20 جنيه من ال 100 جنيه دي. تندم بسبب الظروف اللي انت هتتحط فيها، والتعجيز اللي هتعجزه معاك الفلوس اللي انت طلعتها دي من ال 100 جنيه مثلا. فتقول يا ريتني ما كنت طلعتها. طب انا طلعتها، ايه اللي استفدت دلوقتي؟ نفسك تكلمك يعني. ودي المرحله اللي انا يعني انا بنصحك اوعى واياك توصل لها. اياك توصل للمرحله دي. طلع وانت عندك ثقه ويقين بالله ان هيبص، هيعوضك ما فيهاش اتنين تلاته. وهو ده السر، هي دي الزتونه. انا لما كنت بطلع، انا قعدت مع ناس واتكلمت مع ناس في قصه الصدقات دي. حتى اللي بيطلع وهو متغصص، اللي هو ان الله طيب لا يقبل الا طيب. لازم تديها له بنفس طيبه وبنفس راضيه. ما ينفعش تديها لربنا وانت زعلان عليها. لا، طلعها لربنا وانت عندك ثقة ويقين. هي الزتونة. بص، اتوجدت الثقة في ربنا. عارف لو طلعت مليون جنيه وانت مطلعها اللي هو كده، يا ربنا مش عايزها كده، ربنا ما ينفعش تتعامل معاه كده. طلعتها كده، ربنا هينفض لك كده برضه، هيكبر دماغه منك كده، مش هيعبرك كده. بنفس المبدأ ربنا يا حبايب بيتعامل معاك بنفس معاملتك. شفت انت كده لما يكون بني ادم، بل بالعكس ده بيتعامل معاك احسن من معاملتك. ولكن ربنا اذا كره عبد بيتولى عنه، ما بيحبوش. لكن اذا حب عبد بيديله من فيض جوده وكرمه
فوق ما تتخيل. فتعامل مع ربنا على نفس المبدأ. شوف انت حابب ربنا يتعامل معاك ازاي، شوف انت حابب ربنا يتعامل معاك ازاي، وانت تتعامل معاه بنفس المبدأ. هو ده السر، هي دي الخلاصة كده. كل الكلام اللي احنا قلناه ده، نفسك ربنا يتعامل معاك ازاي؟ مثلا يديك مليون جنيه، طلع انت بقى لربنا العزيز عندك، العزيز عندك اللي انت محتاجه، تطلعه تدير ربنا، وشوف ربنا هيديك المليون اللي انت نفسك فيها ولا لا. نفس المبدأ. نفسك ربنا يبقى كريم معاك، يبقى انت كريم مع ربنا. نفسك ربنا يبقى محسن معاك، يبقى انت محسن مع ربنا. بص، تعامل مع ربنا نفس المبدأ. شوف اللي انت عايز ربنا يعمله معاك ايه، اعمله انت مع ربنا. هو ده الخلاصة. انا وصلت معايا المرحلة ان انا قعدت افكر في مبالغ كبيرة جاتني. قعدت افكر، طب المبالغ دي هتيجي ازاي؟ والله العظيم يا جماعة، طب هيجيبها ازاي؟ في حاجات قعدت افكر فيها، حاجات كنت نفسي اعملها. عارفين لو كل حاجة بتنفع تتحكي، يعني أنا في حاجات، دي حاجات تعتبر شخصية جدا، يعني ما ينفعش أحكيها، بس والله لو ينفع تتحكي هقول لكم على حاجات والله يقسم بالله كأنها معجزات بتحصل في الزمن ده. طب السر إيه؟ السر زي ما بقول لك كده، اتعامل مع ربنا. دور، انزل الشارع، دور على الناس الكبيرة. ادي الناس الكبيرة دي، وقبل ما تمشي اتحنن له، اتوسل له ان يدعي لك دعوه عند ربنا. دعوه الناس الكبيره دي من اسعد الحاجات اللي شفت نتائجها في حياتي. والله العظيم يا اخوان، انا كنت ابص لربنا كده واقول له يا رب، الدعوه دي لما تكون دعوه حلوه وجميله تمس قلبي، كنت ابص له واقول له يا رب، الدعوه دي. الله يا جماعه كان بيحققها لي. ربنا كريم، والله ربنا كريم. اتعامل معاه انت بالكرم، خليك كريم مع الغلابه، ربنا هيبقى كريم معاك. وفي حاجة مهمة عايز أقول لك عليها. في اللحظة اللي أنت هتطلع فيها المبلغ أو الفلوس أو الحاجة أيا كان، الحاجة اللي أنت هتتخلى عنها في سبيل ربنا أو هتطلعها في سبيل ربنا، حط في دماغك إن أنت وقتها هتقابلك عقبات. العقبات دي تنغيص من الشيطان عشان يشككك في الموضوع. ربنا وقتها مش هيديك اللي أنت عايزه، أو مش هيعمل لك الحاجة اللي أنت عايزها، لا هيسيبك. ليه؟ اختبار من ربنا عشان يشوفك هتصبر وتشكر ام انك هتكون من الايه، من القانتين. لو قنت واستسلمت وبعدت، ما نجحتش في الاختبار. اختبار من ربنا. لا، ثبت وقلت لله، قابل بقى بعد كده، قابل كرم ربنا وخيراته. والله اعلم، انا ما اعرفش بصراحة يعني، بس لو ربنا اكرم واراد، ممكن اطلع اقول لكم على السر الثالث، لان السر الثالث ده بصراحه هو اللي مخليني ماشي في حياتي والله. لو ربنا ما ارادش يبقى من عند ربنا يعني، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم. وبالله عليكم، لله لوجه الله، شاركوا الفيديو ده في كل، يعني البث ده شاركوه في الجروبات الكبيره. تشوفوا ناس كتيره. عندك حد انت تعرفه، قول له الكلام ده، ما اقتنعش، خد له الفيديو ده وريه له، خليه يسمعه لله. اتمنى اكون اتوفقت وربنا وفقني في ان انا اوصل لكم الرؤيه يعني والحدث زي ما كان حاصل معايا، بنفس الاحساس اللي انا كنت حاسه، وبنفس المشاعر وبنفس الصدق. يعني اسال الله ان يكون ربنا وفقني في ده.